الا كنتي من العشاق ديال الاكل الشرقي فراه هذا الفيديو ديالك. من عند شاف سوري جا للمغرب وجاب معاه مطعم فخم على شكل القصر. نضمن لك الا دخلتي ما تبغيش تبقى تخرج منه، خصوصا ان المطعم جديد ويلاه فتح الابواب ديالو للزبناء. هذه غتكون سلسله مطاعم مجهوله اللي غادي نجربوا فيها اكثر حاجه المطعم كيتميز بها. الا زوينه غادي نقول لكم فين كاين، وما كانت زوينه غادي ندير بحال ما جربتهاش. وهذا هو الجزء الرابع عشر. هذا المطعم عائلي 100% وكيمتاز بالجوده ديال الاكل والكميه والثمن اللي كانوا مزيانين بزاف، وانا خليتهم هما يختاروا لي باش التقييم ديالي يكون ايجابي وما نظلمهمش. دير ديك الجيم الزوينه ديالك وبارطاجي الفيديو باش يستافدوا اكثر عدد من الناس. ما نطولش عليكم ونمشيو نجربوا اول حاجه مشكل بارد اللي غادي يرافق معنا جميع الاطباق اللي غادي نجربوا اليوم، واللي كيجي على هذا الشكل بالطحينه وبابا غنوج ومتبل ومحمره، والثمن ديالو هو 49 درهم. وهذه سلطه الفتوش، سلطه سوريه كيجي فيها اغلب الخضر بحال المطيشه والخس والخيار والبصل والخبز المحمص ودبس الرمان، وكتبقى ب 35 درهم. وندخلوا الشاف على هذا البلا شاورما عربي دجاج اللي كيجي على هذا الشكل الجميل والكميه اللهم بارك، وكيقدموا معاه حتى الفريت والسلطه. اما المذاق كان واعر بزاف ويستاهل الثمن ديالو اللي هو 59 درهم. وهذه الشاف كبسه الدجاج، وكيف ما ديما الشكل الجميل والكميه اللهم بارك موجودين بالرز بسماتي والدجاج اللي كانوا طيبين على حقهم وطريقهم. اما المذاق كان بنين وواعر بزاف لدرجه ما غتبغيهاش تسالي، والثمن ديالها هو 80 درهم. وغادي نختموا بهذا البلا شاورما ميكست اللي كيجيب كميه كبيره اللهم بارك باللحم والدجاج والسلطه وحتى الفريت، واللي كيبقى ب 69 درهم. الاخوان ما عرفتش واش نقول لكم مطعم ولا قصر، ولكن اللي عرفت هو ان التجربه كانت واعره بزاف وكنصحكم تجربوها، خصوصا ان المكان كبير بزاف وعائلي والخدمه فيه زوينه بزاف وعنده قائمه كبيره ضروري نرجعوا باش نكملوها. والمطعم سميتو قصر الكبابجي وكاين في شارع غاندي قرب رون بوين الوزيز حدا بيتزا دومينو بالضبط. وما تنساوش باللي حنا مقاطعين اي منتج كيدعم الكيان الصهيوني. وحتى لهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وكيف ما ديما ما كاينه القصه خويا وتهلاو.